السلام عليكم أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة والأزهرية، وأهلا بكم في سلسلة تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. معاكم مستر ياسر السمان. النهاردة احنا هنتكلم عن زمن الماضي البسيط. الماضي البسيط اللي هو the past simple. الباست simple الماضي البسيط هنتكلم عليه بشكلين. شكله وهو active مبني للمعلوم، وشكله هو passive أي مبني للمجهول. مبني للمجهول. الماضي البسيط المبني للمعلوم، والماضي البسيط المبني للمجهول. هنتكلم عنهم هما الاتنين النهاردة. وهنبدأ كلامنا عن الماضي البسيط المبني للمعلوم. ازاي بنكون الماضي البسيط المبني للمعلوم؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الجملة بتكون subject زائد verb زائد object، فاعل وفعل ومفعول. واتفقنا ان اهم شيء في الجملة هو الفعل، لان هو اللي بيبين الزمن. فلما اكون عايز اعرف الجملة زمنها ايه ببص على الفعل. طب خلاص، ايه يا ترى ازاي هقدر استخدم الحتة دي في ان اعرف زمن الماضي البسيط؟ الفعل في الماضي البسيط بينقسم لنوعين. الفعل في الماضي البسيط ينقسم لنوعين: فعل عادي او بنسميه منتظم، وبالانجليزي اسمه regular. فعل عادي، او فعل شاذ او غير منتظم، وبنسميه المقطع ار بيعكس مع الكلمة irregular. غير منتظم. يبقى يكون يا اما منتظم وعادي، يا اما شاذ وغير منتظم، يا اما regular يا اما irregular. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفعل العادي في الماضي بيضاف له دي او اي دي. يضاف له دي او اي دي، بنضيف له حرف الدي او الاي دي في الاخر. ازاي الكلام ده؟ زي الفعل بلاي مثلا، يلعب. الفعل واتش يشاهد. الفعل كلين ينظف. بمجرد ما نضيف له الاي دي يبقى اسمها لعب، او واتشد شاهد، او كليند نظف، يبقى لعب او شاهد او نظف. اما الفعل الغير منتظم او الفعل الشاذ ده له شكل خاص. ليه شكل خاص؟ ليه؟ حيث أن شكله يختلف عند التصريف الثاني. ازاي الكلام ده؟ كل الأفعال في الماضي تصريف تاني، بس في تصريف تاني بإي دي أو دي، وفي تصريف تاني بيختلف شكله خالص. ازاي؟ زي الفعل eat يأكل. الفعل go يذهب. الفعل fly يطير. بيتحولوا لإيه؟ eat بيبقى اسمها at، أكل. go بيبقى اسمها went، ذهب. fly بيتحول اسمها لفلو، طارة. فلو يعني طارة. طب ازاي الكلام ده؟ احنا عايزين نشوف ازاي. هنحاول نكون هنا أمثلة. أول جملة عندي أهي بتقول he played
football. He played football. هو لعب كرة القدم. هو لعب كرة القدم. الفعل لعب في الماضي في اللغة العربية. طب ازاي عرفنا ان هو ماضي هنا؟ من اضافة الاي دي، من اضافة الاي دي للفعل، من خلال ان احنا اضفنا له اي دي. هو لعب كرة القدم. طيب ماشي، في مثال تاني؟ في مثال تاني بيقول اهو they ate ice cream. هم أكلوا الآيس كريم. هم أكلوا الآيس كريم. طيب أكلوا دي فعل ماضي في اللغة العربية، إزاي حولناه ماضي هنا؟ اسمه آت. اسمه آت. بغض النظر عن أن الفاعل هنا مفرد، لكن عرفت أن الفعل ده تصريف تاني من خلال الاي دي. وبغض النظر عن الفاعل هنا جامع، عرفت ان الفعل ده تصريف تاني من خلال ان شكله اتغير خالص عما اعرفه بان هو ايت، اصبح ات. ليه؟ لان ده فعل عادي، الفعل في الجملة دي عادي او منتظم، والفعل دي اللي في الجملة دي شاذ او غير منتظم، فشكله بيتغير خالص، شكل الفعل بيتغير خالص. طب حاليا السؤال، احنا ازاي نكون سؤال على هذا الزمن؟ السؤال طبعا بيتكون من أداة استفهام، وبعدها فعل مساعد، وفاعل، وفعل أساسي. فعل أساسي. أداة الاستفهام زي ما يدهاني زي ما استخدمها. الفعل المساعد في الزمن ده ما ينفعش يكون غير did هي الفعل المساعد في جميع الأسئلة في هذا الزمن. الفاعل معروف، والفعل الأساسي لازم هيكون مصدر. ليه؟ عشان بتحب المصدر. تعالوا نشوف مع بعض السؤال هنا. أنا عايز أسأل عن الجملة دي سؤال، نقول مثلا what. يبقى what did الفعل المساعد did، لأن احنا احتاجنا الفعل المساعد. بعديه الفاعل هي، نزل الهي. الفعل الأساسي أساسا هو بيعمل إيه؟ يلعب، play. واللي يسألني فين الإي دي اللي كانت في بلاي، أقول له أخدتها ديد. يبقى أداة استفهام ديد. الفاعل فعل أساسي لازم يكون مصدر، أدي أداة استفهام ديد. الفاعل الفعل الأساسي بلاي مفيهاش إي دي وهي مصدر. لو جينا هنا نقول they ate ice cream. they ate ice cream. عايزين نكون عليها سؤال when. متى؟ when. طبعا الفعل المساعد بردي did. when did. ومين الفاعل؟ they. when did they. هنعمل لها ايه؟ ده مش مفيهاش اي دي، لان مثلا لو شبه بلاي كنا شلنا الاي دي منها الاضافه. لا، طب هنعمل لها ايه؟ دي هنرجعها لاصلها اللي هي ايت عشان نحولها لمصدر، لان احنا قلنا هذا الزمن بيحتاج لمصدر. يبقى what did they eat؟ ماذا أكلوا؟ ماذا أكلوا؟ ماذا لعب؟ سوري، هنا اسمها متى مش ماذا. متى أكلوا؟ وممكن نحط طبعا متى أكلوا الآيس كريم، when did they eat ice cream، عادي خالص. يبقى احنا كده استطعنا ان احنا نكون الجملة في الجملة المبنية للمعلوم لأنها بادئة بفاعل، واستطعنا ان احنا نكون عليها سؤال. طيب ازاي نكون المبني للمجهول في هذا الزمن؟ ازاي ممكن نكون المبني للمجهول؟ بكل بساطة احنا طبعا بنجيب المفعول به من قدام، الاوبجكت من قدام، وبنخلي باي
زائد السبجكت ورا زي ما اتفقنا. باي زائد السبجكت ورا. وعشان لازم هحتاج الفعل يكون ايه؟ تصريف تالت. تصريف تالت. الفعل هينزل تصريف تالت. يبقى الاوبجكت هينزل قدام والسبجكت هيرجع ورا والفعل هينزل تصريف تالت. مش هضطر بقى اجيب التصريف التاني منه زي ما هم هنا، لا هجيب لازم تصريف تالت. طب ايه اللي يدل لي على الماضي؟ دي الثلاث خطوات اللي بتدل على المبني للمجهول. اللي بيدل على الماضي هنا معايا هستخدم was were، لاني انا قلت كل ما اتزنق لازم استخدم حاجة تبع الفيرب تو بي. والكلام ده لو عايزين نعرفه ازاي نرجع لحصة التبديل والتحويل ما بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول عشان نعرفه. ما بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول عشان نعرفه. يبقى دي هنا احنا بنحوله كده في الحتة دي لباسيف. بنحوله لباسيف. تعالوا نحول مع بعض هنا. بنقول he played football. هنجيب فوتبول من قدام. فوتبول. وعشان ندل على انها ماضي خليها was. الفعل تصريف تالت من played. هو played زي ما هو what was played. وهي ترجع في الاخر تبقى باي. وضمير المفعول من هي اسمه هم، لان احنا في المبني للمجهول في الاخر بنجيب ضمير المفعول لما يكون الفاعل غير صريح. الفاعل هنا غير صريح. ماذا لعب بواسطته؟ ماذا لعب بواسطته؟ ايه اللي اتلعب بواسطته؟ كرة القدم لعبت بواسطته. اوكي. هنا بنقول they ate ice cream. هنبدأ بالايس كريم. ادي ايس كريم. جبنا المفعول في الاول وعشان ندل انها ماضي الايس كريم مفرد، مع ان هنا they كانت جمع. هنا they كانت جمع لكن ما يهمنيش، يهمني الايس كريم اللي بدأ كان مفرد. they رجعت ورا مالناش دعوه بيها. ايس كريم was التصريف الثالث من eat اسمها eaten. ودي أهمية إن إحنا نحفظ التصريفات الثالثة. آيس كريم was eaten by بواسطة ضمير المفعول من they اسمها them عشان المكان ده طول عمره مكان مفعول في الآخر. ماذا أكل أو الآيس كريم أكل بواسطتهم. الآيس كريم أكل بواسطتهم. الايس كريم اكل بواسطته. اوكي. يبقى احنا كده استطعنا ان احنا نكون الجملة المبنية للمجهول في هذا الزمن. طب خلاص احنا عايزين نكون السؤال المبني للمجهول. هنجيب اداة الاستفهام وبعدها اللي بيدل على الماضي هنا هيكون was او were. was were بعدها التصريف الثالث وبعدها باي والمفعول الاوبجكت مش الفاعل. احنا الاول كنا ندور على الفاعل، لا احنا هنا بنقول ايه؟ المفعول. ده السؤال في الباسف اهو. وده السؤال في الباسيف. ده السؤال في الباسيف. طب تعال نكون سؤال هنا. هنقول مثلا football was played by him. هنسأل بوات كمان. يبقى what was played by him. كرة القدم لعبت بواسطته. ماذا لعب بواسطته؟ اهي دي المفروض كانت هنا. وهنقول كرة. اهي دي المفروض كانت هنا. كرة القدم لعبت بواسطته. وهي دي المفروض كانت هنا الترجمة بتاعت الجملة. اعذروني على هذا الخطأ. طيب ماشي. هنا بنقول ice cream was eaten by them. الايس كريم اكل بواسطتهم. هنقول متى. when اهو when was
ice cream عشان خليها كابتن طبعا. when was ice cream متى كان الآيس كريم eaten by them متى أكل الآيس كريم بواسطتهم. متى أكل الآيس كريم بواسطتهم. امتى اتاكل بواسطتهم الآيس كريم. وبكده يكون احنا استطعنا ان احنا نكون الجملة المبنية للمعلوم من الماضي البسيط والجملة المبنية للمجهول، وسألنا سؤال على الجملة المبنية للمعلوم وسألنا سؤال على الجملة المبنية للمجهول. وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا، وشكرا لكم، وأتمنى دايما تدعمونا بلايك وشير. كان معكم مستر ياسر السمان.